قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمال ده؟ اكيد اللي هيشوفها مش هيقول ان هي معمولة في البيت. بجد جميلة جدا جدا جدا، واللي هيشوفها هيقول ان هي مش بسبوسة اصلا. ولا ان انت عاملاها في البيت، هيقول ان هي جاهزة وجايبينها من بره. رغم ان طريقتها سهلة جدا جدا، هخليكي تعمليها وتنجح معاكي من اول مرة، وتطلع كمان بالشكل ده. وكمان ممكن تفنن فيها احسن من كده مليون مرة. بسبوسة حلوة قوي وسهلة. عملنا قبل كده البسبوسة المكرملة، ونجحت مع ناس كتير جدا الحمد لله، وشكروني عليها. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن حاجة في الدنيا. هتعملوها هتنجح معاكم زي ما قلت لكم. اي حد بتفشل معاه البسبوسة يعمل الطريقة دي بتاعة البسبوسة المكرملة، مش هتفشل معاه ابدا ابدا. وفي نفس الوقت هي كمان طعمها حلو جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا حلوة قوي قوي قوي. هقول لك النهارده كل تفاصيلها وكل اسرارها، وازاي تطلع معاكي بالشكل ده، وازاي كمان ممكن تغيري في شكلها. يلا نخش على الوصفه على طول عشان ما نطولش، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، انا معايا نص كيلو من دقيق السميد. وانا دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه انا بجيبه سايب، مش بجيب اللي هو الاكياس الجاهزه يعني. خلاص، فانا من زمان بستخدم السايب. بيبقى نص كيلو نص كيلو صافي، وانا بقى بحط عليه الاضافات اللي انا عايزاها. حطيت عليه هنا كيس واحد بس من الفانيليا وهقلبه. تمام. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور من فتره كبيره، بس ما كانش في نصيب يعني ان انا انزله. وشكرا لكل اصحابي وكل حبايبي اللي سالوني انت مش بتنزلي فيديوهات ليه. ربنا يا رب يخليكم ويحرمني منكم ابدا. خلاص ان شاء الله الفتره دي هنزل فيديوهات، علشان حبايبي اللي بيسالوا عليا. بصوا بقى، خلاص احنا حطينا دي البسبوسه على جنب. هنجيب بقى يعني لبينا كزرونه اي حاجه. هحط فيها ايه؟ هحط فيها كوبايه من السكر. ما انا لازم اكرمله. كوبايه من السكر ومعلقه كبيره من عسل الكلوكوز. طيب انا ما عنديش عسل الكلوكوز، مع انه يا جماعه متوفر وسعره حلو قوي يعني، مش غالي ولا حاجه، ممكن تجيبوه. بس لو مش موجود حطي معلقه عسل نحل عادي، ما فيش مشكله. خلاص، وهحط معلقتين من الميه، معلقتين كبار من الميه، واحطهم على النار، وابدا بقى ايه، اهدي النار عليهم واخليهم يكرملوا. بس عيني عليها، مش هسيبهم ابدا. يعني هفضل اقلب فيهم كده. بصوا انا بصور لكم المراحل بتاعتها علشان تعرفوا امتى بالظبط هبدا اشتغل فيها. انا عايزه لونها ما يتحرقش معايا، خدوا بالكم يعني. السكر بيتكرمل بسرعه ممكن يتحرق منك. اول ما تديني اللون الذهبي كده، هنزل بكوبايه الا ربع من السمنه. اي نوع سمنه انت تفضليه، ولو في سمنه بلدي طبعا هيكون احلى وهتطعم لي البسبوسه جدا. بس لو مش موجوده مفيش مشكله، بس نقي السمنه تكون كويسه او جودتها كويسه. يلا بصوا بقى، انا اول ما بحط السمنه على السكر المكرمل بحس ان هي فصلت، السمنه بقت لوحديها والسكر بقى تحت لوحديه، مفيش اي مشكله. كله دلوقتي هيبقى زي الفل. لما السمنه ساحت بقى، هنزل بنص كوبايه من اللبن. وانتي في المرحله دي خدي بالك لانه بيفور، فهتهدي النار خالص عليه، وتبداي بقى تقلبي، لان هتحسي ان هو متكتل يعني وانتي بتقلبيه كده تحت ايدك هتلاقيه متكتل. خلاص، او زي ما انتوا شايفين مفيش اي مشكله، كل ده هيفك دلوقتي. اهم حاجه النار بتاعتك تبقى هاديه، والفوران ده هتلاقيه بدا يهدى شويه بشويه كده. شايفين؟ سهله جدا يا جماعه وبسيطه جدا، وهتعملوها هتنجح معاكم والله العظيم. وطعمها كمان حلو قوي. البسبوسه دي لاي حد بتفشل معاه البسبوسه العاديه. خلاص تمام كده. بصوا بقى، بعد ما سبتها تهدى تهدى، يعني ولا هي بارده ولا هي سخنه، يعني تحطي مثلا صباعك فيها وايدك فيها كده تتحمليها. خلاص، ورحت حطاها بقى على الخليط اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ما فيهوش اي حاجه غير الفانيليا، وكل الاضافات احنا ضايفينها على السكر المكرمل. وهبدا بقى اقلبها زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، المقدار ده ولا تزودي فيه ولا تنقصي فيه، المقدار ده مظبوط جدا جدا جدا. وانا مش بنزل لكم اي حاجه غير لما تكون متجربه مره واتنين ونتيجتها عجبتني، ولو نتيجتها ما عجبتنيش انا استحاله ان انا انزلها لكم. خلاص، زي ما انتم شايفين بقلبها. بصوا بقى، الناس اللي بتحب جوز الهند عايزه تضيفيه ضيفيه، مفيش اي مشكله، اللي انت عايزاه. بصوا انا حبيت هنا اغير في شكل البسبوسه شويه زي ما شفتها في اول الفيديو. فانا عندي الصينيه دي بتاعه الطرد، بس هي فيها مشكله ان هي الصينيه اللي عندي على قطعتين مش قطعه واحده، ودي يعني ما بتبقاش حلوه قوي. فنصيحه، لو هتجيبي صينيه الطرد هاتيها اللي هي قطعه واحده، اللي هي صبه واحده، يعني مش بتتفصل القاعده من السور. بس يلا مش مشكلة، هتصرف. هبدأ بقى ادهنها كلها بالسمنة طبعا،
وجبت هنا كيس من الاكياس الحراريه. ليه بقى؟ لاني بص، الصينيه اللي هي قطعتين دي ممكن تسرب السمنه او السوائل اللي في البسبوسه وهي في الفرن، وانا طبعا مش عايزه كده عشان ما تنشفش مني. فانا هبدا احطها كده، احط لها كيس من اللي هو الاكياس الحراريه. طب انا لو ما عنديش الاكياس الحراريه دي ممكن تحطي ورقه زبده، بس هتدهنيها برضو من تحت ومن فوق. يعني هتدهني الصينيه وتحطي ورقه الزبده، وبعد كده تدهنيها برضو من فوق بالسمنه، وتبداي بقى تنزلي في خليط البسبوسه وايه، وتفرديه زي ما انت شايفه كده. انا عملتها عشان حبيت اديلها الشكل اللي هو من شكل الطرد، اللي هو من الجوانب يعني اللي انتوا شفتوه. بس هبدأ افردها، وفي الوقت ده انا الفرن بتاعي شغال لان هي بتخش على فرن سخن. طيب انا بقى ما عنديش صينية الطرد دي خالص، ولا اللي هي القاعدة واحدة، ولا اللي هي منفصلة، ولا ما هي ما عنديش اصلا. اعمل ايه؟ عادي يا ست الكل، اعمليها في صينية عادية جدا، مفيش اي مشكلة. وانا وريتك قبل كده في الفيديو ازاي تقلبي الصينية بتاعة البسبوسة. وحتى لو ما قلبتهاش وهتخليها في نفس الصينية برضو مفيش مشكلة، امشي بنفس الخطوات واعمليها في اي صينية عادية. انا بس حبيت اديلها شكل حلو كده وشكل شيك، فحبيت اعملها في الصينية دي. لو عندك تمام، ما عندكيش مفيش مشكلة، ما توقفيش نفسك على حاجة. خلاص، بعد بقى ما سويتها كويس جدا هبدأ اخبطها خبطتين كده، علشان انا عايزة الوش بتاعها كده ايه، يكون متساوي. خلاص هدخلها بقى الفرن، هحطها على الشبكة اللي في النص، مش هحطها من تحت. خلاص، هي بقى الجوانب بتاعتها بتبدأ تحمر، واروح مشغلة عليها الشواية، مفيش اخر دقيقتين وخلاص. يلا نحط بقى الشربات بتاعنا. الشربات عبارة عن ايه؟ بصوا بقى، معايا كوباية ونص من السكر، ومعايا كوبايتين ونص من المية. شربات البسبوسة ما بيبقاش تقيل ولا اي حاجة. وخليط الشربات انا بحطه كله وبقلبه على البارد، وبعد كده برفعه على النار، وبيبقى زي الفل معايا وناجح جدا جدا. ما بيقعدش كتير على النار يا جماعه، علشان ما يسكرش منك، وعلشان ما يتقلش كمان. حطيت السكر والميه، وحطيت باكو من الفانيليا، وحطيت عصره ليمونه، وهقلبه واحطه على النار زي ما قلت لكم اهو. ولا اي حاجه، ولا بقى قولت ان انا لازم احط الفانيليا قبل ما اطفي واحط الليمونه قبل ما اطفي. انا مش بعمل الكلام ده كله، وبيطلع معايا زي الفل، وبعمله في كل الحلويات. يلا ارفعه على النار، هيقعد حوالي 10 دقايق بس وخلاص. ادي البسبوسه معايا طلعت، شايفين؟ انا اديت لها زي ما قلت لكم اخر دقيقتين وش كده، وخلاص على كده. هنا بقى هجيب الطبق اللي هقدم فيه وايه وهبدا اقلبها. بس هي لسه سخنه طبعا، ما تحاوليش تقلبيها لما تبرد، عشان لو بردت هتمسك في الصينيه ومش هتتقلب معاكي. فانتي لما تهدى كده تكون دافيه، يعني تقدري ان انتي تتحمليها، تروحي قلبها على طول، فهتتقلب معاكي بكل سهوله. ادي شلت الجوانب بتاعه الصينيه، وهشيل كمان القاعده اللي تحت دي بالكيس. شايفين بقى الكيس بيسهل عليا كتير ازاي؟ اهي، عايزه اقول لكم تسويتها زي الفل اهي. بس تمام قوي كده. طبعا مش لازقه لان دهنه الصينيه كويس قوي. يلا هبدا بقى اسقيها بالشربات كده زي ما انتم شايفين. على فكره البسبوسه دافيه معايا والشربات سخن، يعني ما فيهمش اي حاجه بارده. دي دافيه دافيه ايه، دافيه يعني قريبه من السخونيه، مش دافيه خالص زي ما قلت لكم، عشان تتقلب معايا بسهوله. والشربات معايا سخن. يلا هبدا بقى اديها كفايتها من الشربات. هي لما يعني طول ما هي بتتشرب معاكي تعرفي ان هي محتاجه، طول ما هي بتتشرب اديلها عشان ما تطلعش ناشفه معاكي. خلاص خدت الكفايه بتاعتها بقى. بصوا بقى معايا هنا الكريمه، ما حبيتش اعملها معاكم عشان الفيديو ما يطولش، بس هي سهله جدا جدا. هقول لكم طريقتها. انا حطيت كوبايتين من اللبن، حطيت عليهم 6 معالق من النشا، كل كوبايه بتاخد 3 معالق من النشا. حطيت معاهم معلقتين كريم شانتيه، وما حطيتش سكر طبعا، لان انا حاطه في البسبوسه سكر وحاطه وسقيها شربات، فما حطيتش سكر بصراحه. ولسه كمان هزوقها بالكراميل، فعشان ما تكونش مسكره قوي. بس وقلبتهم على البارد، وبعد كده وحطيت كيس فانيليا وقلبتهم على البارد، وبعد كده رفعتهم على النار، ولما القوام تقل طفيت عليهم. طبعا مع التقليب المستمر، يعني طول ما هي على النار هتقلبي فيها. بس ال اللهم صل على النبي. الكريمه معايا مش سخنه يا جماعه. الكريمه يا دوبك دافيه علشان تتفرد معايا. لو سبتيها هتبرد معاكي وتكتل. خلاص، ولو سخنه قوي هتسيل معاكي على البسبوسه، فانت خليها دافيه. فخدي بالك من الحاجات البسيطه دي. بس حطيتها بقى على الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل الحلو ده. ورحت ايه زينت الحروف بتاعتها. انا عندي عين جمل هنا كامل، مش قنصاص ولا حاجه، وزينتي بيها. ممكن طبعا تحطي قنصاص سوداني، ممكن تحطي
فستق بقى، ممكن تحطي لوز، انصاص برضو، ممكن تحطي جوز الهند، ممكن تحطي زبيب، حطي اي حاجه من على الحرف تديكي اي شكل، مفيش اي مشكله عندك. المتواجد عندك في البيت حطيه. انا كان عندي عين الجمل فحطيته، انما لو مفيش ممكن سوداني وتقشريه وتقسميه نصين وترصيه كده من على الجوانب، هيبقى برضو حلو جدا. وطبعا ممكن تغيري في الشكل اللي انا بعمله ده. انا هنا معايا صوص الكراميل، حطيته كده في كيس وحطيته في ميه سخنه عشان يفك معايا، لانه كان مكتل شويه عشان كان في التلاجة. وبدات كده ايه اعمل بيه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيط وسهل، وفي نفس الوقت هيديني شكل حلو. طبعا فيك تغيري في التزيين بقى انت وذوقك وزي ما انت حابه. جبت هنا اللي هو عصيان الشيش طاووق، او اي خله مثلا، او اي سكينه، طرف سكينه، اي حاجه، وبدات اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا برضو ممكن تعمليه بدل ما هي دواير، ممكن تعمليه مثلا بالطول كده وتعمليه مربعات، او بالطول تعملي الشكل اللي هو متعارف عليه ده اللي هو المثلثات ده. بصي اعملي اللي انت عايزاه وزيني زي ما انت عايزه. انا بديكي فكره، حابه تنفذي زيها بالظبط طبعا، على راسي من فوق. حابه تغيري فيها، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. بصوا زي ما رحت كده عكس، هبدا ارجع تاني. يعني فنني بقى زي ما انت عايزه وقدميها بالشكل اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم طلعت طعمها فظيع يا جماعه، بجد بجد جميله جدا جدا. بصوا ايه الجمال ده. ام يوسف يا جماعه بتعمل عظمه والله. يلا بالهنا والشفا للي هيعملها واللي يجربها. وطبعا لو رايحه اي مشوار، ممكن تاخديها معاكي، تلفيها كده بشكل حلو بالسلوفان وتاخديها معاكي. طبعا هيقولوا على طول ان هي جاهزه. بس وده كان الشكل بتاعها. حطيها بقى في التلاجة تسقع كده، هتكون طبعا طعمها احلى، والكريمه بتاعتها هتمسك، والكراميل كمان هيمسك، وهتبقى طعمها حلو قوي. وهي كده كده طبعا الحلويات الشرقيه بتتاكل بارده. هقطعها طبعا معاكم عشان تشوفوها كمان. بصوا هنا هقطعها بقى. طبعا قطعي التقطيع اللي انت عايزاها. يلا بقى لو عجبك الفيديو بقى ما تنسنيش في اللايك، ما تنسنيش في الشير. شيري مع اصحابك عشان الكل يعملها ان شاء الله ويتبسط بيها. واللي اول مره يشوف القناه شرفتوني، وفعلوا بقى الاشعار على الجرس وعلى كلمه الكل، عشان اي ما انزل اي فيديو جديد المرحله الجايه ان شاء الله يوصل لكم على طول. بصوا جميله فظيعه، بقول لكم يا جماعه والله ام يوسف دي بتعمل عظمه. يلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.